بصوا يا جماعة، أنا كنت جيت من كام يوم كده صورت المكان ده. تمام. والنهاردة هصطاد. المكان ده يا جماعة شلضم. تمام. أنا كنت نزلت على الجروب سؤال كده يا جماعة، صورت المكان وجزء يعني من المكان، وقلت يا جماعة المكان ده فين؟ بس محدش يعرف. شلضم. طبعا ناس كتير عارفة شلضم جنب العملاقة، بس هي مش العملاقة، شلضم. تمام. المهم، أنا هنا كنت جيت صورت قبل كده، والنهارده بصطاد هنا. تمام. طبعا يا جماعة، المكان ده جميل وخطير، ومش محتاج مشاكل من حد، عشان انتوا عارفين دخلته رخمة. انا صورت طبعا المقطع اللي فات لما كنت هنا قبل كده. صورت عرفتكم الادوار والاماكن شكلها عامله ازاي. ده غير كمان الايه، إن الطريق مقطوع من هنا ومن هنا ومن هنا. خلاص. اوريكم بقى الطعوم اللي انا بشتغل بيها. طبعا يا جماعه، ناس كتير اتكلمت على الماده الحمراء. تمام. ناس كتير اتكلمت، كتير جدا. وانا طبعا مش بعقب او يعني يعني انا هتكلم دلوقتي عن الماده الحمراء، ماليش علاقه باي حد اتكلم فيها قبل كده. يعني انا كلامي لا ليه علاقه بحد، ولا موجه لحد، ولا في نديه لحد. دي معلومه بتاعتي انا، وانتوا طبعا متعودين معايا، انا لما بقول معلومه اذا ما كنتش واثق منها ما اقولهاش. ولذلك الفتره اللي فاتت انا ما اتكلمتش لحد ما انا بقى معايا دليل ومعلومه صحيحه اقدر اقدمها لك. تمام. طبعا انا هديكم نبذه بسيطه النهارده عن الحاجه اللي عندي او اللي انا وصلت لها. وان شاء الله بعد كده انا هبدا اقول لكم كل حاجه بالتفصيل، ومش هداري عليكم حاجه. طبعا في عهد بيني وبينكم ان يكون في مصداقيه، ان انا ما اكدبش عليكم خالص. حد الله ما بيني وما بين اي معلومه اخبيها عليكم انا اكون عارفها. خلاص. تعالوا بقى اوريكم الايه، انا هصطاد بايه. انا طبعا لسه جاي، ما اصطدتش ولا فردت العيدان ولا حاجه. العيدان تحت لسه في الشنطه، بس الحاجات دي طلعتها كده. بصوا يا جماعه، شايفين دي؟ شايفين الماده دي؟ بس نركز مع بعض كده وناخد بالنا من الكلام. دي الماده اللي جوه كانت بودره. البودره دي من بره بودره معموله مخصوص للسمك. الميه دي ايه؟ ميه من الحنفيه من عندي، بس دوبتها فيها. ماشي يا جماعه. ايه هي المكون اللي جوه ده؟ انا عارفه وهقول لكم عليه طبعا، متقلقوش. نفس المكون اللي في الميه دي عملته على العجينه دي. عجينه خالص، رغيف عيش واخده من الطابونه عادي جدا، وعجنته بس بميه، وبعدين حطيت عليه البودره اللي انا ضفتها هنا في الميه. تمام. نفس البودره اللي هنا هي اللي على دي. نفس الكلام، نفس الكلام على دي، بس طبعا هي ما حمرتهاش. دي العلفه اللي هي دي بتاعتي اللي انا بعملها. ده سرس يا جماعه، ده سرس. ده سرس وغله وعيش وعلف. تمام. علف فراخ، علف سمك، لكن ده علف فراخ. تمام. ودي نفسها بس تحس انها محمره شويه اهي، بس مش قوي، مش باين فيها الحمار، لكن حمراء. نحاول نحطهم جنب بعض، يعني فيها سنه حمار عنها. تمام. دي انا ضايف عليها برضو البودره. تمام. ودي الغله العاديه اللي انا بصطاد بيها. ماشي يا جماعه. ودي غله تانية عليها ماده حمراء، عليها مادتين على فكره، مش ماده واحده. دي غله اهي عليها مادة حمراء، عليها مادتين، مادة حمراء ومادة تانية هقول لكم برضو عليها. غلة يا جماعة اللي هي نفس الغلة دي، هي نفسها، بس أنا طبعا إيه، يعني ضفت عليها المادة دي. طبعا الناس هتقول يعني، هتبدأ تشك بقى وتقول إيه ومش إيه. طبعا اللي ما عرفونيش، إنما اللي عارفيني عارفين إن أنا دايما صادق معاكم. طيب يا جماعة بالراحة كده هوريكم حاجة. إيه دي؟ بس عشان نبدأ بالراحة كده، ويعني محدش يقلق من الكلام اللي أنا بقوله، عشان أنا بتكلم صح. مش دي المادة الحمراء اللي بتتباع على أمازون وعلى علي بابا يعني على مواقع كتير في النت، صح ولا لأ؟ بصوا يا جماعة، المادة دي
انا مش اللي انا حاططها هنا خالص والله. الماده دي الحمرا دي مش هي اللي انا حاططها هنا. الماده دي اونطه، ده اهي العلبه ده بالذات اللي عليها حرف الاس ده اهو اونطه، ولا بتعمل اي حاجه، ما تعرفش هو في ايه، بس هي بتتباع وخلاص وغاليه على الفاضي. تمام. بس اللي انا حاطه من هنا، اللي انا حاطه هنا مش دي خالص والله يا جماعه. خلاص تعالى بقى تاني نشوف. شايفين دي؟ شايفين دي؟ دي اللي انا حاطط منها هنا على الغله، دي اللي انا حاطط منها على الغله بس، ماشي، دي اللي انا حاطط منها على الغله بس. والماده دي اللي على في الميه دي واللي على العجين واللي على العلف حاجه تانية. خلاص. انا بس حبيت اوريك ان انا مش رايح جايب حاجه من عند العطار ولا عامل حاجه، ده انا عندي اكتر من 20 صنف والله العظيم يا جماعه بدون مبالغه. عندي عبوات اكتر من 20 صنف، ما بين بودره وما بين عجين وما بين ميه سائل. تمام. انا طبعا هعمل لكم فيديو وهوريكم كل اللي عندي جدا. انا طبعا عرفت كل المكونات يا جماعه بتتعمل من ايه، مكونات الحاجات دي عرفتها. 99% من المكونات بتاعه المواد اذا كانت حمراء ولا خضراء ولا صفراء ولا بودره ولا عجين ولا اي حاجه احنا نقدر نعملها، بس محدش عارف هي ايه، محدش عارف دي مكونه من ايه. انا عارف طبعا، محدش عارف دي مكونه من ايه، او القليل اللي يعرف. محدش يعرف دي عباره عن ايه، تمام، وايه اللي جواها وبتعمل ايه وغيرها 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 وغيرها. لا انا عارف كل المكونات، هقول لكم عليها كلها في فيديوهات ان شاء الله رب العالمين. الكل هيستفاد وانا مش هخبي عليكم حاجه. خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي المحترمين. بصوا يا جماعه، دي منطقه شلدم، دي منطقه شلدم. منطقه شلدم دي انتوا كلكم اكيد عارفينها، انا متكلم عليها قبل كده، لان هي جنب الميه العملاقه بالظبط. يعني ميه وميه وبعد كده العملاقه بس قدام شويه. هنا يا جماعه عند الموتوسيكل هنا السكه اتقطعت خلاص، ما تقدرش تدخل العملاقه. ومن الناحيه التانيه من عند البرج، برج الحمام اللي هناك اللي على اخر النمل، لو حبيت تطلع من على الطريق اللي هناك برضو السكه اتقطعت، لان هم فتحوا فتحه في المزرعه، من المزرعه للمزرعه وقطعوا الطريق يعني. تمام. فما تقدرش تدخل، بس عشان تبقوا عارفين. يعني الدخله الوحيده دي برضو يا جماعه، دي الدخله الاولانيه. فاكرين لما كنت بدخلكم الميه العملاقه من على المعديه للحديد، في دخلتين صح، في دخلتين. الدخله الاولانيه دي اتقطعت خلاص، والدخله التانيه اللي عند الاوضه. تمام. دي ساعات يقول لك ما تدخلش وساعات يقول لك ادخل، وساعات يبقوا حاطين خرطوم فما تقدرش تدخل. في سكه بقى بعدها. يعني ايه؟ يعني ادي السكه دي لا، وهتمشي كده في سكه هنا لا برضه، السكه اللي بعدها. ماشي يا جماعه. طيب اوريكم بقى ميه شلدم، عشان الناس اللي كانت بتيجي العملاقه ما كانتش بتصطاد في شلدم. شلدم دي سمكتها كبيره جدا يا جماعه، وضخمه يعني، فيها ادوار طبعا في وسط البوص، حاجه جميله يعني. شلدم يا جماعه الناس عارفاها، ناس كتير عارفاها، الناس القديمه، انما الناس الجديده كلها لا. مش يا رجاله؟ شوف شكل الميه. تمام. الميه دي خطيره، ما دي شلدم الاساسيه، دي هي دي الميه الاساسيه، بس احنا بنقول على المنطقه دي كلها شلدم. شوف مكان الميه طبعا نازله، شوف المكان عامل ازاي، نازله بس فيها ميه غويطه. شوف المكان، شوف المكان عامل ازاي، شوف المكان عامل ازاي، شوف المكان عامل ازاي، يا نهار ابيض. ده القطع يا جماعه، كنا احنا بنمشي هنا صح ولا لا؟ ودي الميه بتكمل والعملاقه وراها. هي اتقطعت الناحيه دي ومقطوعه من هنا خلاص. تمام. طبعا عشان تدخل لازم من عند اصحاب المزرعه، وده صعب جدا، صعب يعني، لان انت هتخش من المزرعه نفسها ازاي يعني صعب. فالمتاح هنا بس، المتاح هنا بس. تمام.
بصوا يا رجاله، انا دلوقتي هبدا اوصف لكم ازاي تروح ميه شلدم. طبعا الوصف ده تكمله، او يعني مثلا ايه، زياده تفكير للناس. اغلب الناس عارفه ميه علي سلامه، وعارفه كوبري علي سلامه وكوبري النمل وميه النمل وكده. فاحنا هنروح ميه شلدم. ميه شلدم دي يا جماعه ورا النمل عند العملاقه، تمام. فانا عشان ما اطولش الفيديو هبدا لك من عند كوبري علي سلامه اللي هو عند الصوامع. الكوبري ده معروف، ده كوبري علي سلامه، ودي السكه اللي بتدخلنا على جامع القدس وكده، وبتودينا المتاهه والكلام من ده والنصرانيه. صح، احنا مش هندخل الطريق ده، احنا هنمشي على الطريق ده اهو. يعني احنا هنمشي، ده كوبري علي سلامه، هنمشي الكوبري اللي بعده اهو. ركز بس معايا، الموضوع سهل خالص. حلو، هنمشي. هبعد لك بس كده عشان تشوف. ايوه، هنمشي لحد الكوبري اللي جاي. ما نفكرش بقى بأي حاجة بقى، نفكر في الكوبري اللي جاي فين. اهو، ده الكوبري اللي جاي، هو ده كوبري النمل يا جماعة. الكوبري ده انت ممكن تيجي من دمره، دي سكة العمار عادي. ممكن تيجي من الاسرائيلي من عند دمره عادي. يبقى احنا هناخد الكوبري اللي هو بعد كوبري علي سلام. الكوبري ده يا جماعة بيدخلنا على البيارة اللي هي اهي، وبيدخلنا على البوابة اللي هي بعدها بشوية. خلاص، طيب احنا وصلنا عند الكوبري ده اهو. عايزين نروح مية شلدم، نروح ازاي؟ هنروح كأننا داخلين النمل يا جماعة. هنمشي على الطريق ده، هنطلع نخش كده او كده. يا اما تخش من هنا كده، يا اما تمشي على ده وتخش من هنا. المهم احنا دي الدخله بتاعتنا. خلاص، الف لكم السكه. يبقى الكوبري اهو، دخلنا كده بالمنظر ده، او من فوق من الناحيه دي عادي، مش هتفرق. المهم دخلنا السكه دي، دي سكه النمل يا جماعه. خلاص، دخلنا استفاد بالكلام اللي انا هقوله. دخلنا لحد ده حضنا يا جماعه، محدش دعوه بيه. دخلنا لحد ما نلاقي النمل. دي منطقه النمل يا جماعه. بصوا بقى في الكادر ده فيه ايه. بصوا هديكم معلومات برضو. النمل منطقتين، جوه وبره. عندك سكه اهي طالعه، شايفين طالعه اهي، تمام. وفي سكه تحت اهي، والنازله اهي، وسكه اهي. دي ميه ودي ميه ودي ميه، وعندنا الميه اللي هي ده اهي، فاكرينها اللي بنروح بونت. الميه دي خطيره يا جماعه. خلاص، يبقى احنا دلوقتي معانا نازله تحت اهي، وفي طالعه فوق اهي في الشمال. هنطلعها، هنخش النمل جوه او منطقه شلدم. هنمشي اهو، طلعنا السكه طالعه معاك اهي، سهله خالص اهو. طالعه بتلف كده الكيرف ده وتمشي كده. هتمشي اهو، هتمشي. كل دي النمله على فكره. هتمشي وفي دور هنا كتير. هتمشي والسكه بتلف بيك عادي لحد ما تلاقي ميه قطع في وشك، اللي هي النمل الاساسيه. بس النمل الاساسيه هي يا جماعه. ركز في الكام معلومه اللي هقولها لك دول. خلاص، هندخل كده يمين. هنمشي هنا. بصوا يا جماعه، شايفين المنطقه دي من هنا؟ مش من هنا، ده كلها. بس انا عايز اقول لكم يعني المنطقه دي كلها دوار، متعوده على الاكل. كلها دوار ومتعوده على الاكل. في ناس بتروح تقعد من الصبح لحد المغرب ما بتمشيش، وتمشي وتيجي بعدها باسبوع تروح، وكمان بعدها باسبوع تروح. ده معناه ايه؟ معناه ان الناس بتاخد سمك والدنيا متراضيه معاهم. خلاص، عشان لو ما بتاخدش مش هتلاقي نفس الناس تقعد بنفس النظام كده. فهي طبعا معروفه هم او غيرهم يعني يا جماعه. بتاكل الميه دي، بتاكل من هنا في كل حته. طبعا هتمشي على الطريق ده. ركزوا بقى عشان احنا قربنا نوصل اهو. هتمشي على الطريق ده، هتمشي في دور يا جماعه هنا بتقابلك كتير برضو قدام البيوت دي، في كام دور جامد كده. المهم هتمشي لحد ما تلاقي المعديه. بس عايزين نخش شلدم. وانا مصور لكم في التصوير قلت لكم في سكه وبعدها سكه وبعدها كمان سكه. يبقى دي سكه وكمان سكه وكمان سكه. انا كلامي كده مظبوط صح؟ 3 سكك اهو. السكه الاولانيه دي اتقطعت. انا قلت لكم في الفيديو انها اتقطعت. تعالى كده اهي، اتقطعت اهي. صح ولا لا؟ والسكه التانيه دي برضو اتقطعت. معرفش هم مقطعينها، مش باينه في الفيديو انها مقطوعه، انما هي مقطوعه. ماشي، يبقى السكه دي اتقطعت اللي قدام المعديه دي. خلاص، يبقى انت هتسيبها في السكه دي. بيبقوا حاطين خرطوم هنا يا جماعه، محدش بيعدي. والسكه دي كمان يعني مش هتعرف تعدي من عليها لانها مقطوعه من الاخر. برضو مقطوعه من الاخر.
هتمشي من السكه الثالثه اللي هي ده اهي، بطلعه كده يا جماعه. دي اوضه طويله كده وجنبها طلعه، وبين الاوضه والطريق ميه صغيره كده، مش ميه يعني، هي زي ميه كده بس مش صاد فيها يعني. المهم يا جماعه انت هتطلع الطلعه دي اهي وتبدا تمشي كده. يبقى انا زي ما قلت لكم في التصوير معانا 3 طرق، 1 2 3. الاولانيه لا، والتانية لا، والتالتة محدش يعرفها. هي التالتة دي اللي هتخش منها، هتبدأ تدخل 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 تدخل. وهي يا جماعة القطعة، القطعة يا جماعة في الآخر. يعني الأولانية دي قطعها في الأول في النص كده، ودي قطعها في الآخر، يعني السكة دي مقطوعة. طبعا انت هتدخل السكة دي، هتدخل السكة دي. أنا والله يا جماعة بكلمكم معلومات مظبوطة 100%. هتدخل السكة دي، هتدخل السكة دي لحد ما توصل لحد هنا. بس انا كنت واقف اهو صح، الفلكوا. انا كنت واقف اهو وقلت لكم دي شلضم، ودي الميه اهيت، ودي القطع اهو بتاع القطع اهو يا جماعه بتاع النمل. بتاع النمل ايه؟ بتاع العملاقه. كنا بنعدي على الطريق ده عشان نروح العملاقه. دي شلضم اهي يا جماعه، دي شلضم اهي. الدور ده دور خطير خطير خطير، وفي دور هنا خطير. يا عم مش عايز. وفي دور هنا خطير. انا كنت قاعد على الدور في الزاويه ده. المايه دي ميتها بتحمر، مالكش دعوه بيها. المايه دي خطيره يا جماعه، فيها دور هنا حلوه ماشي. ولو دخلت جوه هنا هتلاقي في كام دور هنا حلوين تمام. برضو لو حبيت تصطاد ميه حلوه. هنا في دوارنا اهو، 1 2 3 جنب بعض. وفي هنا زي اوضه وجنبها اوضه وطالع منها ماسوره. الماسوره دي يا جماعه ما فيش صرف فيها ولا في حاجه ولا اصلا لها استخدام اساسا، يعني هي كده وهميه يعني. كانت زمان يعني شغاله، دلوقتي حاليا مش شغاله ولا لها اي لازمه. في دوار هنا هتلاقيها. طيب عايز تروح العملاقه، الناس اللي قلبها جامد بقى تعدي الميه دي يا عم. هي اللي تعدي الميه دي يعني؟ ده كلام. عدي الميه دي مش غويطه. انت هتنزل لحد مثلا قبل ركبتك بحاجه بسيطه، حاجه بسيطه خالص. هتعدي من المنطقه دي وتمعدي معدي الناحيه التانيه. تحط حاجتك في شكاره بقى، تحطها في حاجه وتشيلها ومعدي. في ناس بتعمل كده. ما انا بقولك كده ليه؟ عشان في ناس بتعمل كده. تعدي بقى، هتملك بقى دي وهتملك دي من اولها، وهتدخل على الميه العملاقه لو حابب. خلاص اللي هي الميه دي. ماشي يا جماعه، انا كده وصفت لكم ميه شلضم اللي هي دي يا جماعه. ميه خطيره وتساع يعني ممكن الناس معقوله تصطاد يعني، لو كل واحد بقى تفتح له دور وظبط له الدنيا. وخصوصا الايام الجايه، عشان الايام الجايه السمكه اساسا ده ميعاد شلضم يا جماعه. ده ميعاد شلضم من بعد شهر 9. يعني اول شهر 9 ما يبدا شلضم بقى تبدا تاكل مظبوط عن الاول كمان. خلاص يا جماعه، يلا ربنا يرضي الجميع. السلام عليكم.